يا اهلا يا اهلا اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الوعي الاخر. وهبدا بكل الدعم وكل الحب وكل التقدير وعلى الشجاعه والصدق اللي خديجه اتكلمت بيهم. وعايزه اعتذر لها نيابه عن ناس كتير ان هم ما قدروش قد ايه هي اتوجعت وقد ايه هي تعبت لحد ما وصلت للقطه دي ان هي تطلع تقول انا تعرضت لكذا وكذا وكذا. الفكره انه احنا في مجتمع دايما بيحاسب الست لو فتحت بقها او فتحت رجليها، في حين ان هو ماشي يطبل للرجاله اللي معظمهم ماشيين طالقين اسلحتهم علينا من غير ما حد حتى يراجع او يحط بذره شك ان ممكن يكون ده حصل فعلا. فانا توتالي 100% بصدق الناجيات انه خديجه حصل معاها كده. ما كنتش معاهم بس انا متاكده ان حصل معاها كده، لانه النماذج كتير، النماذج قديمه كتير قوي تشهد. هند الحناوي مثلا لما طلعت قالت حصل كذا وكذا وكذا وقالوا بتتبلى عليه وعايزه تسوق سمعته، وفي الاخر طلع معاها حق ان هي فعلا دي كانت بنته. نفس القصه زينه مثلا، نفس الحوار، واقسم بالله ما ولادي وطلعوا ولاده في الاخر. الحوار برضو بتاع قضيه الفيرمونت، غيرها كتير، يعني غيرها كتير ناس ستات بتتعرض لسكشوال هاراسمنت او ابيوز بطرق مختلفه، حتى منتلي وايموشنالي زي ما خديجه تعرضت كده. هي مش بس موضوع السكشوال هاراسمنت او التحرش الجنسي، هي تعرضت كمان لفكره ايموشنال ومنتال ابيوز. فما نقدرش ابدا نقول لا والله هو ما كانش يقصد او هي بتتبلى عليه، لا، هو شخص بالغ عاقل واعي عارف هو بيعمل ايه، وهي ما عندهاش اي مصلحه تتبلى عليه. هي واحده على بال بقى برضو الكلام الغبي بتاع هي لسه فاكره تتكلم دلوقتي، دي كانت طفله على بال ما فاقت واستوعبت وبي تي اس دي قعدت فيه قد كده، لسه فاكره تتكلم دلوقتي. فكل التعاطف مع الضحيه خديجه، كل الدعم لخديجه، كل الحب لخديجه. تاني حاجه بقى الفكره بتاعت الشيخ نفسه بقى، معرفوش غير عندي شويه صحاب كده بيروحوا له شويه، بس انا شخصيا معرفوش، ولا عمري كنت في طريقه صوفيه ولا عمري هبقى في طريقه صوفيه لاسباب تخصني. فكره في حاجه بقى يا جماعه، في كذا يعني حاجه مغلوطه في الموضوع. الشيخ ده بيقدم خدمه ما، يعني بيقول حاجه للناس، توعيه، طريقه زي ما هم بيقولوا يربوا بيها نفسهم يوصلوا بيها لربنا واتيفر بقى. مش معنى ان الشيخ ده غلط غلطه كبيره فادحه، عمل جريمه ما او جرائم الله اعلم بقى، هم وصلوا ل 11 دلوقتي واحده بيقولوا انه هو اتحرش بيهم، بصدقهم ال 11 برضه بالمناسبه، عندي انحياز كبير. يعني الراجل ده قال كلام ممكن يكون الكلام اللي قاله في ناس كتير اهتدت بيه وصلت لربنا عن طريقه. يعني مش معنى ان هو عمل مصيبه سودة انه ما ناخدش من التعليم اللي بيقولها، بغض النظر برضو عن اتفاقي الشخصي او اختلافي مع اللي بيقوله يعني. بس مش فكره لما العجل بيقع بتكتر سكاكينه انه خلاص احنا هنمحيه بالكليه، هنمحي كل اثر ليه، كل كلام قاله. ده شيء مزعج للغايه. انتوا بتألهوا البني ادمين. يعني انا واحده من الناس طالعه اتكلم معاكي، انا مش طالعه عشان تقولي هنا دي فظيعه ملهاش حل، طالعه عشان تسمعي كلامي، خدتيه ما خدتوش رميه في الزباله، مش مناسب ليكي. بس هي الفكره ان الراجل ده طالع عنده حاجه بيقدمها، طريقه، اوراد، اذكار، احوال، باي سمي اللي تسميه براحتك يعني. مش معنى ان الراجل ده طلع متحرش فانا بقى خلاص كل اللي بيقوله ده هشد عليه السيفون. الدنيا عمرها ما بتمشي كده، والا ما حدش فينا هيتعلم من حد يعني. ولنا امثله كتير قوي في الموضوع ده بالذات، كتير قوي يعني. اللقطه بتاعت مثلا على سبيل المثال اوشو في وايلد كونتري دوكيومنتري، ما هو برضو طلع متحرش بالستات. يوجي باجن المؤسس بتاع الكونداليني يوجا اللي هو انا التيتشنجز بتاعته بستفيد منها لحد دلوقتي، الراجل ده اترفع عليه قضايا والستات اثبتوا ان هو تحرش بيهم وغيرها. يعني انت لو فتحت نتفليكس وكتبت اي حاجه عن الكالت هتلاقي كتير جدا يعني. فمش معنى ان انا اون بيرسونال ليفل بني ادم وعندي تجربتي الشخصيه بقول حاجات وبعمل عكسها ان انت ما تاخدش اللي انا بقوله. ما انا ممكن اللي بقوله ده، يعني حتى في ايه جميله قوي بحبها بتقول كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بقف عندها كتير. يعني وات اف مثلا ان انا بدخن وقلت الحمد لله ربنا عافاني يعني، بس ان انا بدخن وقلت لحد بطل تدخين، هل كده انا منافقه؟ هل كده انا يعني مقتا عند الله ان انا بقول اللي ما بعملوش؟ ما انا ممكن اكون بقدم نصيحه لحد ومن جوه قلبي انا عارفه ومتاكده ان انا بحاول اعمل اللي بقوله، بس انا لسه دلوقتي مش واصله للمرحله دي. هو نفس القصه، هو ناقل للعلم،
بس هو مش العلم، هو مش التصوف، هو مش الدين، عشان خاطر لما يغلط غلطه نشد بقى الستاره على كل ده وننزل بمشهد النهايه خلاص بصوا الصوفيه عملت ايه. وانا شخصيا يعني منهجيه الصوفيه الاسلاميه دي لا اتبعها، يعني الصوفيه از فيلوسفي بحترمها جدا، بس المنهجيه بتاع الطريقه وشيخ ويرقيني ويشوف ما بحبهاش، مش على هواي. بس يعني الايه بتقول قد عرف كل اناس مشربهم، في حد تاني ده بيوصله لربنا، خلاص روح فيه. بس فدي نقطه مهمه، انه ايا كان الشخص اخلاقه ايه احواله ايه مسكنا عليه فضيحه، ده لا ينفي ابدا ان هو قدم خدمه لناس كتير. يعني بلاش نبص بلاك اور وايت زي الاطفال كده، يا كله يا مش هاخده. تاني حاجه بقى موضوع الكالت، اصله ده كالت واحنا في كالت. يا جماعه مين مش في كالت؟ معلش يعني مين فينا مش في كالت؟ هي الفكره بس الكالت ان انت بتتبع اتباع عمياني للرايجه اللي الناس رايحين لها، دي شيء او شخص عمياني. ده يعني انت انكونشس اصلا بان انت متبع، انت مستوعب الفكره؟ يعني انت اساسا ما بتقفش لحظه وتبقى سكبتيكال مع نفسك وتقول هل اتباعي ده على حق ولا لا. انا عايزه اشوف بني ادم مش في كالت، وانا بقى اشوف تاريخ حياته وهقول لك انت في انهي كالت. كلنا عندنا كالت بطريقه او باخرى. كالت ده مجموعه احنا والفكره ان انا لو واعيه بيها هبدا اشكك فيها، هبدا اعيد نظرتي فيها، هبدا اراجع معتقداتي فيها. بس فكره ان هم بيبقوا عاملين زي السمك اللي في ميه، يعني جايبين بقى اسامي كل الناس المشاهير اللي بيتبعوا التجاني ويقول ودول بقى الناس اللي انتوا عاملين لهم شهره. يا جماعه السمكه لما بتبقى في الميه بتسال هو فين المحيط، من كتر ما هي مندمجه في الحاجه، مش مغيبه، هي مندمجه. هي فعلا ممكن يكونوا مستمتعين عادي، ما ياما ناس اعرفهم بصفه شخصيه ومتبعين لطرق صوفيه وانا اجينست الفكره، وهم واعيين جدا ومستمتعين، هم مستفيدين من اللي هم بيعملوه. فما ينفعش حد يقول انه ما في مين فينا مش في كالت. يعني كلنا في كالت، محدش يعني حتى الدين، يعني الدين الاسلامي ده ما انت في كالت. يعني تعالى بس حد يقول يغلط ويقول ان الحديث ده مثلا انا لا اؤمن بيه، يا نهار اسود انت هتتكفر وهيطلع دين اهلك وهيقام عليك الحد عشان احنا في كالت. انت ما وقفتش لحظه مثلا تسمع ان انا اللي بقوله ده بقوله من انهي منطق. كلنا حتى انا في كالت وانا مش واعيه بيه، يعني انا اساسا اكيد انا في كالت ومش عارفه هو ايه. يمكن دايما بقول ان الحاجه الوحيده اللي انا مؤمنه بيها وبختارها انه ايماني بربنا، ده الحاجه الوحيده اللي انا مؤمنه بيها وصدقاها وغير قابله للشك لانه شكيت فيها وخلاص، يعني وصلت لليقين انه في ربنا. anyhow دي حاجه قصه الكالت. يعني الحاجه اللي بعدها بقى الموضوع بتاع انه انا ما اعرفش التجاني بس عارفه البروسيس اللي هو بيعملها، لانه برضو بسهوله جدا اي حد فينا يعرف يبقى كالت ليدر، لانه في نتفليكس سهلت لنا الموضوع وادتنا المانيوال بتاع هاو تو بي ا كالت ليدر، وعاملين دوكيومنتري كامل وجايبين ناس كتير كانوا ليدرز. الفكره كلها ان هو بوعيه او بغير وعيه انا ماليش دعوه هو بيعمل ايه، انا كل نفس بما كسبت رهينه. لا حسام هتضايق كل نفس بما كسبت رهينه، كل واحد متعلق من عرقوبه زي ما بيقولوا. يعني انا عندي حريه الاختيار، حريه الاعتقاد، تمام، انا مختاره ده ماشي بكامل ارادتي. فما ينفعش اقول لا اصل هو غيبني. يعني في حاله خديجه هي كانت مغيبه فعلا، لان هي طلعت يا حياتي، هي طلعت في البيئه دي ما تعرفش غيرها لحد ما جالها يعني awakening point، راحت قالت ايه ده في دنيا بره الدنيا اللي انا عايشاها دي، في دنيا تانية، فانا ابص على الدنيا التانية. فكلنا بنبقى عايزين الاويكنينج بوينت دي. بس هي الفكره بتاعت الكالت بقى ان هو بيلعب على نفسيتنا، على فكره انه يشككك في اللي انت بتؤمن بيه، يقولك انه انا خير منها. اي حد بيقولك انا خير وده الطريق الصح، انت بقى ولا انت الطريق الصح ولا انت خير منه وانت زيك شكرا من الاخر مفيش حد. يعني انا خير مني دي طلعت الشيطان من الجنه، يعني على حسب ما القران بيقول طلعت الشيطان من الجنه. برضو انت مش خير مني ولا نيله، انت مين قالك ان انت خير مني؟ واول ما بتبدا بقى تعتقد ان انا خير منه انت بتتعمي، بتقفل عينك على الباقي. بس هي الفكره انه بلاي فير يا جماعه. والله في ناس مسلمين ومتصوفين خير وبركه، انا عارفه ان هم موجودين، في ناس سلفيين عارفه ان هم، شيعه عارفه ان هم موجودين، مسيحيين بطوائفهم عارفين، كل واحد حر في اللي يعتقد فيه. بس انا ده مشربي بقى، ده اللي انا الطريقه ان انا بعبد بيها ربنا ومناسبه ليا. ما ينفعش بقى احكم على الباقيين واقول انا خير من الباقيين. الشيخ ده بقى او رئيس الكالت ده هو بيعمل كده، هو بيصنف نفسه كانه ربنا، يقول انا اعلم وانتم لا تعلمون.
يعني اي حد بقى هيقول لك اللقطه دي انت محتاج ترجع خطوتين ثلاثه وتراجع نفسك. هو خير مني في ايه؟ يعني مين اداله صلاحيه عني غير انا رحت مسلمه وخد حبيبي مفاتيح اهي يلا انا بقى هتبعك اتباع اعمى. يعني مش معقول. هو نفسه الله اعلم بدواخله ايه، يعني نيته كانت ايه، عايز يفيد الناس ازاي. بس actually psychological wise ان معظم الكالت ليدرز بيبقوا نارسست، بيبقوا بابيوز الناس اللي حواليهم ايموشنالي ومنتالي وسيكشوالي وفاينانشالي، بيابيوز ذم انه عشان انت تحقق اهدافي. حتى فكره ان انا سمعت، والله ما اعرفش الصراحه دي حقيقه ولا لا، بس كان عندي صديقه في طريقه صوفيه كانت بتقول ان هي بتعمل ورد يوميا وتوهبه للشيخ بتاعها. انت انرجي فامباير يا حبيبي. وهو بارادتي، يعني انا عملت ده بارادتي الكامله، ان انا بدي وهبه وردي ووقتي واذكاري ونوري لشخص تاني. فالخلاصه يعني انت راجع نفسك. بص التجاني ده جه عشان يهزز الثوابت. هو التجاني جه يعمل كده، ان كل واحد فينا يبص انت كما تعتقد، يبص في معتقداته. بس ما تجيش انت بقى تناقش الشخص كشخص، ما ينفعش. يعني هنقعد بقى نشوف هو عمل ما عملش، دي هي ما هي المفروض ان هي تفايل يعني اسمها ايه، قضيه، ترفع قضيه ونشوف اللي هيحصل في الاخر، قضاء يحكم. بس انت بينك وبين نفسك راجع، انت بقى فين معتقداتك، فين اللي انت عامله اله جواك اصلا، اللي انت بتتبعه من غير ما تفكر، بتتبعه عمياني، شايفه احسن منك. في فرق كبير ما بين ان انا باخد جايدنس من حد وما بين ان انا بفولو حد. باخد جايدنس يعني فيها كانت اميره مصطفى امبارح قالت حاجه حلوه قوي على الفرق ما بين السيف كوميونتي والكالت. يعني انا في سيف كوميونيتيز كتير، ان انا بعرف اعبر عن نفسي، بعرف اعترض على اللي بيتقال، بعرف اقول ان اللي بيتقال ده غير موافق لهوايا، انا مرتاحه فيه، مرتاحه في اللي بيتقال. غير الكالت انا ما ينفعش اقول. واكشلي انتوا اللي شفتوا دوكيومنتريز كتير نفس القصه، الناس بيبقى عندهم شك بس ما ينفعش يقول لانه هيقصى من اللي بيحصل ده. واحنا بني ادمين جبلنا على ان احنا عايزين احساس بالانتماء، ان احنا متشافين وان انا انتمي. فكل حاجه بنعملها عشان احس انه اي ام انف، واحس انه انا ابروفل، يعني اخد ابروفل واخد حب من اللي حواليا، احس بالانتماء. فوانس انا لقيت الحاجات دي في مجموعه، فانا هتبعهم وهخاف توتالي اند كومبليتلي ان انا اتكلم عشان ما اخرجش منهم. اول ما تلمح في نفسك الخوف، عشان كده يا جماعه يعني معظم الحاجات بتقول لك ايه، ما تتبعش هوى نفسك. كلمه غريبه قوي يعني ما تتبعش هوى نفسك، خصوصا برضه يعني الشيوخ الصوفيه والسلفيه. انا ما اعرفش الصراحه عشان انا مش مسيحيه، يعني ما اعرفش في المسيحيه بيقولوا كده ولا لا، بس اي كان جارانتي ان معظم الديانات بتقول القصه دي. فكره ان انت لازم في ستيبس تمشي عليها عشان توصل للاند ستيج، مع انه انا شايفه انه ربنا اوسع من كده فما نضيقش واسع. بس اني هاو اللقطه بتاعت هوى النفس دي، ان انت لو هوى نفسك جايبك انك مشتهي حاجه، وبيستدلوا مثلا بقول الرسول انه مثلا كان بيحب اللحمه بس عمره ما طلب من زوجته لحم، بغض النظر طبعا عشان كان ساعتها ما فيش لحمه، يعني الدنيا ما كانتش ماشيه قوي، بس ما علينا من الروايه. فهو عمره ما طلب من زوجته لحم لانه بيخالف هوى نفسه. طب وات اف ان انا هوى نفسي ان انا اتعبد، اذكر، ان انا اكف عن المعاصي، ما اختبش الناس، اخليني في حالي، برضو اخالف هوى نفسي؟ ولا طالما هوى نفسي يوافق هوى طريقتك فهو تمام؟ هما دايما بيحاول يعمل اي كالت بيعمل انفصال بينك وبين نفسك، عشان وانس انت عرفت نفسك، وانس انت عرفت ان ليك صوت يطلع زي ما خديجه عملت كده، وانس انت قدرت تقف وتقول لا انا مش موافق على اللي بيحصل ده، انا مش مقتنع باللي بيحصل، وانا ماليش دور في اللي بيحصل ده، انا ما انا الا يعني عسكري في اجندتك، انت بتوقع الكالت بتاعه. وانس حد يبدا يتكلم زي ما خديجه اتكلمت، فهنبدا كلنا نراجع معتقداتنا، مش بس اللي كانوا مع الشيخ ده، اي حد تاني هيراجع معتقداته. بس فاي حد بيحاول يفصلك عن نفسك ويحاول يحسسك ان هو الملاذ الاوحد والوحيد، خليك واعي وحب نفسك. والله يعني جملة كليشيه فشخ بس حب نفسك. شكرا لحسن استماعكم، واتمنى ان كل واحد فينا يراجع الكالت. ولو حد يعرفني انا شخصيا وشايف ان انا في كالت وانا مش واخده بالي منه، يا ريت والله يقول لي. وكل واحد يعني شاركونا بقى في الكومنتس واعملوا انجيجمنت والحركات دي. باي باي.